السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهاردة معايا وصفة بصراحة جميلة جدا، هي بصراحة اول مرة اجربها بس طلعت ممتازة. يا رب ان شاء الله تجربوها وتشوفوا الطريقة، وهقولكوا على كل التفاصيل وازاي يطلع معاك الرقاق طري جدا بنفس الطريقة دي. ده الرقاق باللبن الرايب. طبعا مش ده الرقاق اللي احنا بنعمله على العيد الكبير، طبعا التاني بيتعمل بميه ودقيق بس. وانا طبعا مصوره الفيديو بس بصراحه لسه ما منتجتوش يعني. لسه هسجل عليه بقى وانزله لكم ان شاء الله. فده الرقاق الطري بس ده باللبن الرايب، بصراحه جميل جدا، ان شاء الله تجربوه يعجبكم باذن الله. طبعا بطلب من كل اخواتي ومن كل حبايبي يعني شاهدوا كده مشاهده حلوه كده للفيديو، بس عشان الفيديو اترفع معانا، والله بقى لي فتره بنزل فيديوهات. انا زعلانه جدا على التعب والله. مفيش اي مشاهدات. طبعا لو هتحطوا اللايك هيرفع معايا الفيديو، واتمنى اللي يدخل عندي القناه لسه اول مره يدخل ويشوف القناه بتاعتي اتمنى يشترك عندي وينورني. طبعا أنا قناتي قناه اكلات بسيطه، اكلات موفره. هي قناه اسهل اكلات مع نوجة. انا بحاول اعمل اكلات اقتصاديه على قد ما اقدر. ان شاء الله عندي ميزانيات للشهر وميزانيات ازاي تمشي نفسك من غير ما تحتاجي لحد. ان شاء الله كل ده باذن الله هسجله معاكم، او يعني هنزله معاكم في القناه. وان شاء الله يعني بيدخل عند القناه يا رب باذن الله تعجبكم. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف احنا عملنا ايه. في البدايه خالص انا كان عندي لبن، جيت اغليه على البوتاجاز لقيته هيجبل مني، رحت طافيه عليه بسرعه. اول ما حسيت كده ان فيه السوائل بتاعه الميه كده هتظهر على جنب، رحت طافيه عليه علشان ما يكتلش معايا، علشان الجبنه بتاعته ما تبقاش ناشفه معايا وتبقى ظاهره كده في اي عجينه انا هعجنها. خلاص سبتها بقى كده راب معايا خالص. كنت حاطاه في التلاجة قبل ما بعجن بيه، طلعته علشان ما سخنوش تاني ويجبل معايا كده، يبقى الجبنه بتاعته ناشفه. جبت هنا كيلو دقيق. كيلو دقيق حطيت عليه معلقه كبيره سكر ومعلقه صغيره ملح. وبنزل بقى باللبن اللي معايا ده، يعني كوبايه كوبايه، ما بنزلش بيه مره واحده. لو انت ما عندكيش في البيت غير كيلو دقيق واحد بس، ما تعجنيش الكيلو كله، اركني كوبايه عشان لو احتاج معاكي شويه وشويه هتفردي بيهم. هو مش هيحتاج تفردي على دقيق كتير غير الرقاق التاني. الرقاق التاني بتفردي على كميه دقيق كتيره جدا. بس فهنا انا يعني كان عندي هو كيلو دقيق حطيته كله. طبعا وانا بحط اللبن الرايب انا حطيت 3 كوبايات الاول، على الكوبايه الرابعه المفروض كنت نزلت بيها شويه شويه. فطبعا وانا قاعده بتكلم مع ابني وكده وبصور، فما يعني ما ركزتش خالص، فنزلت بالكوبايه كلها. انما الكوبايه الرابعه المفروض كنت نزلت بيها شويه بشويه. لما نزلت بالكوبايه الرابعه كلها فاحتاج معايا دقيق. الحمد لله انا عندي اصلا شكاره دقيق، فباخد منها، فالحاجه الحمد لله موجوده. فانا بقول لك خلي بالك عشان لو ما عندكيش دقيق كتير في البيت يحتاج معايا كمان كوبايه. الرقاق بتكون العجينة بتاعته لينة بس مش بتلزق في الإيد، بتكون يابسة شوية. غير عجينة الفطير، عجينة الفطير بتكون طرية شوية عن عجينة الرقاق. وبعدين احنا لسه هنحط لها سمنة فهتضطر معانا كمان أكتر، فتخلي العجينة بتاعتك يابسة كده شوية. أنا بحاول أعجن الرقاق، يعني لازم تعجني فيه كويس جدا علشان هو لازم يكون فيه عرق. الدقيق اللي أنا بعجن بيه الدقيق بتاع يعني جميع الأغراض بتاع مخبوزات، تعجني بيه هو ده عشان يكون الرقاق بتاعك له عرق. الملح بتاعك لو قليل، الرقاق بتاعك او الفطير هتيجي تفرديه هتقطع معاكي. كمية الملح تكون مظبوطة، كيلو دقيق بياخد معلقة صغيرة ملح. شايفين هنا كوباية الدقيق التانية باخد منها شوية بشوية. ولازم اخدم العجينة بتاعتي كويس جدا. لو هتتعبي من العجن انت لازم تعجني حلو قوي قوي. لو هتتعبي تعجني كده شوية وغطيها بكيس واركنيها 5 كده على ما تروحي تغسلي ايدك بس، وترجعي تاني تعجنيها تاني. كل ما تعجنيها كل ما تديكي نتيجة افضل. هنا بقى هتحطيها على الرخامة عشان تعجني كويس، على ترابيزة انت شغالة عليها براحتك خالص. لازم تعجنيها كويس، تفردي وتلميها تاني وتفردي كل شوية كده عشان تعجني على الرخامة او على ترابيزة او على صينية اي حاجة. طبعا احنا عارفين ان العجين ده بيلقط اي حاجة بسرعة. لو في اي ذرات تراب بسيطة خالص كده هيلزق فيها، اي شوائب هيلزق في العجينة. انا بعمل ايه لما باجي اعجن مثلا على صينية؟ انا بحب في البيت بعجن على صينية، مش بعجن على رخامة ولا اي حاجة. بس طبعا عشان التصوير فعجنت هنا. حتى لو صينيه برضو هعجن عليها، انا بعمل ايه؟ بحط بعد ما بدعك الصينيه طبعا بيبقى فيه اكيد يعني ريحه الصابون، حتى لو غسلها كويس جدا بيبقى اكيد في ريحه صابون، في اي ترابه جت على الحاجه. احنا الجو اصلا اليومين دول مش متظبط خالص، فاكيد في تراب في البيوت. فالتراب ده لما بيجي طبعا هيلزق في العجين بتاعتك. انا بجيب بقى شويه دقيق، والحته دي متعلماها من زمان من امي وكده. فبجيب شويه دقيق وادعك الحاجه اللي انا يعني هعجن عليها. هي طبعا كانت بتقول لنا لما نيجي نغسل ايدينا بالصابون ونيجي نحط ايدينا في العجين، تقول حط شويه دقيق في ايديكم وادعكي ايدك كده، علشان الدقيق بياخد ريحه الصابون اللي في ايدك، يبقى الصابون ما جاش في قلب العجين اللي انت بتعمليه. فهنا برضو لو هتعجني في اي حاجه برضو حط شويه دقيق،
ولميهم كده على الرخامة او على الصينية، هتنضفها لك لو فيها اي حاجة. فدي بس معلش كده انا حبيت اقولها لكم بس بتبقى معلومة برضه عندكم. هنا بعد ما عجنت بقى على الرخامة بتاعتي، رحت لميتها وحطيتها في الطبق تاني عشان احط السمنة. الكيلو دقيق معايا هنا كوباية سمنة ساحة وباردة، يعني تكون باردة ما تكونش سخنة. بحط شوية بشوية، يعني السمنة تدخل جوه الدقيق وانزل بشوية كمان. شايفين انا كده بحاول الم الاول كده بالراحة لحد بس كده السمنة عشان ما يتنطورش معايا كله. بس اخدميه كويس جدا، هلمه بقى حلو قوي، وبعد كده انزل بكمان شوية سمنة. كل ما تشرب السمنة اللي انا حطيتها انزل بكمان شوية. او زي ما انتم شايفين انا قسمتهم كده على حوالي 3 مرات او 4 مش فاكرة، بس نزلت بشوية شوية كده. وطبعا هقولك ازاي برضو لو حابة تفرزيه هتفرزيه برضو بطريقة حلوة جدا، برضو مش هيبوظ معاكي وما يتكسرش معاكي في الفريزر، وازاي الرقاق يطلع معاكي طري. كل ده ان شاء الله هنقوله في الفيديو. بس كده خلاص، هحط بقى شوية الاخرى دولت والم العجينة بتاعتي واعجنها كويس بقى جدا. ان حسيتي في الوقت ده ان العجينة بتاعتك طرية جدا، يعني لو هتفرديها هتغلبك في الفرد، حط يعني بعد ما تخلصي السمنة دي تشرب السمنة بتاعتها كلها، يعني حسيت ان هي طرية معاكي حط لها كمان شوية دقيق. شايفين العجينة يعني الحمد لله، يعني هي بصوا يعني لينة كده في ايدي بس مش بتلزق، حلوة خالص ما شاء الله، العجينة جميلة جدا. كده بقى انا هسيبها ترتاح شوية، احنا مش حاطين لها خميرة ولا اي حاجة فمش هتختمر. بس عشان تسيبي العجينة بتاعتك ترتاح غطي العجينة بتاعتك بكيس علشان ما ينشفش معاكي، والعجينة بتاعتك تبوظ كده يكون فيها يعني حتت كده زي ما تكون مخرزة، مش هتكون حلوة معاكي وانت بتفرديها. الكور بقى زي ما انت عايزة حجم الرقاقة بتاعتك كبيرة او صغيرة. انا هنا قطعت الحجم ده يعني قد حبايه الطماطم المتوسطه، يعني حطيتها على كف ايدي كده يعني جايه في النص كده. بعد ما قطعت كام واحده حطيتهم على الميزانه، طلعت الواحده منهم يعني حوالي 93 جرام، يعني هم اكترهم كانوا 93، في واحده كده 95 رحت قطع منها حته عشان يبقى كلهم متساويين كده مع بعض 93 جرام. ممكن تخليها 100 جرام. انتوا شفتوا الحجم اللي انا عاملاه في الاول الفيديو، هتشوفوه كمان في اخر الفيديو ان شاء الله، لا هيكمل معانا الفيديو للاخر. يعني انا قطعتها كده يعني زي ما انت ما عايزه، عايزاه اكبر من كده هتقطعي مثلا 100 جرام، عايزاه اصغر من كده هتنقصي بقى براحتك خالص. هنا بقى بفرده اهوت. انا طبعا بعد ما قطعته سبته برده ارتاح تاني شويه، يعني في الاول بعد ما عجنته ارتاح 10 دقايق، وهنا بعد ما قطعته برده حوالي 10 دقايق. يعني انا بقطع العجين او بعجنه ويعني الم حواليا الحاجه اللي على الرخامه، الحاجه اللي حواليا كده المها، وبعد كده اجي بقى اشتغل في الحاجه اللي بعدها. بشتغل الاول كده يا اما بايدك يا اما بالنشابه اللي هي الصغيره دي العجله، لو ما عندكيش هي بالنشابه الموجوده عندك وخلاص. وممكن تشتغلوا كله بايدك، لو ما عندكيش نشابه ممكن تشتغل كله بايدك عادي خالص. وهقول لك برضو تفرديه ازاي على ايدك. انت طبعا بتفرديه الاول كده تبططيه الاول كده صغير، وبعد كده اقول لك ازاي، لان العجينه دي ما شاء الله جميله جدا بتتفرد بكل سهوله، غير الرقاق التاني اللي هو بالميه. الرقاق اللي هو بالميه اللي هو بيتعمل صواني وكده، طبعا ده طريقه وده طريقه تانية. تاني بقى يعني لازم النشابة على طول عشان بيكون تقيل شوية على الإيد. هنا لو ما عندكيش نشابة هتفرديه على إيدك. الوقت هتشوفوني وأنا بفرده على إيدي ما شاء الله بيتفرد معايا وما بيتقطعش، علشان الملح بتاعه كان مظبوط ما بيتقطعش. وهنا ما لزقش معايا برضو. انتوا شايفين بقى دي طالعة معوجة ليه؟ علشان أنا هنا بفرد شوية دقيق على المفرش. أول واحدة حطيت دقيق كتير، الدقيق لما يكون كتير هيخلي الرقاقة بتاعتك مجيرة كده في الفوق، بعد ما تطيبيها تلاقي لونها كده مجير. فجيت تاني رقاقة ما حطيتش عليها دقيق، فطبعا برضو لازم نسن الدقيق على خفيف خالص كده. هنا بفردها على الملاية اهي، وبعد كده بغطيها بجزء تاني من الملاية واحط عليها تاني. خلينا هنا بقى في الرقاق، لما قلت لكم ان انا طبعا تاني واحدة ما حطيت لهاش دقيق فبدأت تلزق مني وتتعود مني، فلازم نرش الدقيق كده على خفيفة. بس كده بفردها واقلبها كل شوية من الجنب ده للجنب ده علشان ما تحتاجش معايا دقيق كتير، عشان لو فردتها على جنب واحد هتلزق معايا. شايفين بقى كده، لو ما عندكيش نشابة تفرديها على ايدك كده وبشدها ما بتتقطعش معايا اهي. شايفين ما شاء الله العجينه جميله جدا، وبصراحه الرقاق حلو قوي قوي، يعني اول مره اجربه بس بصراحه عجبني جدا. وان شاء الله هعمله على طول واخليه طبعا لاولادي في الفريزر، لانهم هم بيحبوا يعملوا سندوتشات سريعه بتبقى الحاجه جاهزه عندهم. واقول لك برده ازاي تفرزيه تطلعي الكميه اللي انت عايزاها. بس شايفين كده اتفرد معايا ما شاء الله جميله جدا. لو حسيت ان الحرف بتاعها تخين بالنشابه بقى كده وتحاولي تاخدي الحرف. هنا عشان ادخله في الفرن او على صينيه براحتك خالص، حطي على النشابه دي الرقاقه نصها كده، يعني نازل من الجنب ده ونصها من الجنب ده، وحطيها في الفرن.
طبعا انا كنت بصور وانا بحطها في الفرن، بس لقيتها هتقع مني عشان انا كنت ماسكه التليفون بايد وماسكه النشابه بايد، ما عرفتش. انتي بتاخديها على النشابه، او لو عندك مطرحه هتحطيها على المطرحه وتطوحيها لو بتعرفي تريحي يعني. ما بتعرفيش ممكن تاخديها على ايدك، بس طبعا هيكون سخن جدا في الفرن مش هتعرفي. انا بطيبها في الفرن ده، الفرن ده البلدي. المفروض طبعا انا لسه بقول لكم اول مره كنت اعمله، في الاول كنت موطيه الشعل كده. حسيت ان الرقاق هينشف معايا، عليت الشعل وتحت سايباها على نار متوسطه. لو في فرن البوتاجاز العادي بقى التاني اللي هو الفرن العادي ده بتاع الطبيخ، هتعلي النار. الفرن ده حامي جدا، فعشان كده مخليه النار متوسطه او اقل متوسط من متوسطه بشويه. الشعل هنا بعد شويه علتها. الرقاق اترفع معاكي ما اترفعش عادي، مش لازم ان هو يترفع كله. كده كده هو رقيق وبيتعمل سندوتشات بيتلف كده عليه، مش بيتفتح يعني ويتحط فيه حاجه من جوه. بس في اللي اترفع اللي اتنفخ معايا وفي لا. الرقاق التاني بقى اللي هو العادي ده اللي هو بدقيق ده المفروض ما يترفعش معايا خالص. او شايفين الشعر كانت عامله ازاي في الاخر بقى؟ انا عليتها بس طبعا ما عرفتش اصور معاكم، التليفون سخن جدا. فخفت بصراحه لا يبوظ، فما كملتش التصوير وانا شغاله قدام الفرن يعني. لو حسيت ان هو هيتلسع معاكي من تحت، هدي النار. في فرن البوتاجاز بتحط الصاج كده في النص وتخلي البوتاجاز عالي من تحت. لو مش شغال معاكي شوايه مع فرن، بعد ما يحمر من تحت اقلبيه على الجنب التاني، ياخد وش بس كده من على الجنب التاني. اول ما بطلعه من الفرن طبعا ممكن ينشف معاكي، ممكن زي ما انا قلت لك اول مره كانت النار هاديه فكان هينشف معايا. بطلعه، ولو حسيت انه هينشف معاكي رش عليه رشه ميه خفيفه وغطيه باكياس. وبعد كده غطيه بمفرش او ملايه، اي حاجه عندك كده غطيه بيها عشان يفضل السخونه بتاعته تفضل موجوده تخليه طري. حطي كل رقاقه على التانية علشان السخونه بتاعتها تخليه طري معاكي، ما تخليش ينشف. الرقاق ده لو طلع وشم الهوا بينشف معاكي ويتكسر كده على طول، فمش عايز يشم الهوا. اول ما تطلعيه حطي كل رقاقه على الرقاقه التانية، كل رقاقه تطلعيها من الفرن تحطيها على الرقاقه التانية. حابه تطيبيه على عين البوتاجاز عادي برضو على الصاج وتقلبيه على الجنب التاني، اول ما يتشمع اقلبيه على الجنب التاني. عايزه بقى تحطيه في الفريزر كل 3 أو 4 على العدد اللي انت عايزاه، حطيهم في كيس وحطيهم في الفريزر. تطلعيه هتلفيه شويه 5 دقايق كده واقل، هتلاقيه فك معاكي وتعمليه سندوتشات لاولادك جميل جدا. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وكونوا استفدتوا باي معلومه. متنسوش اختكم بقى من اللايك. مع الف سلامه والسلام عليكم.